السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل مع بدوي. من أعماق التاريخ ومن بين الشرق والغرب نروي لكم أمجاد العصور مع بدوي. أنا عايزك عزيزي المشاهد تبص معايا على الصور دي صور من اللي بنشوفها كل يوم في مجتمعنا المصري، سواء في القرية أو في المدينة. صور تدمر نفسية الإنسان، صور مؤسفة للواقع اللي بينا نعيش فيه دلوقتي، بتدل على تأخر شديد جدا عن المجتمعات الراقية. وفي نفس الوقت عايز حضرتك تبص على الصور دي، صور بتدل على مدى تقدم الإنسان، على مدى إدراكه ووعيه، على مدى تقدم عقليته، على مدى فهمه لاحتياجات المجتمع والتزاماته تجاه المجتمع بتاعه. ايه رأي حضرتك؟ يا ترى انهي فيهم احسن؟ عشان كده عزيزي المشاهد، النهارده انا جاي اكلمك عن مجتمع النباشين. هم مين وبقوا ايه؟ يلا بينا نحكي الحكايه من اولها. بص يا سيدي، ببساطه شديده، النباش زمان كان هو الشخص اللي بيخش يسرق القبور بمحتوياتها. ما هو الحراميه كانوا مصنفين نفسهم تخصصات. في عندنا حراميه بر، واللي بتتقسم جوه النطاق ده لنشال وشاط وملقاط، وفي حرامي غسيل، وفي حرامي بهايم، وفي حرامي سواق، وفي حرامي بحر اللي هم اسمهم القراصنة أو القرصان، وفي كمان حرامي مقابر اللي هو النباش. أو حرامي المقابر ده بيدخل على الميت جوه القبر في ثواني، يكون مقلعه زلط ملط وسارق كل محتويات المقبرة. النباش دلوقتي طبعا زي ما حضراتكم عارفين أو سمعتوا، بيخش على الميت يقلعه الكفن، ولو في خاتم دهب او سنه دهب لابسها بياخدها منه وعلى كده. لكن انا مش جاي اكلمك عن النباش ده، انا جاي اكلمك عن نباش تاني خالص، مهنه ما زال الجميع بينظر لها نظره ازدراء واحتقار. ببساطه شديده بينبش في الزباله بتاعتنا كل يوم. احنا بننبش في بيوتنا، نخرج عشان نلم الزباله او القمامه اللي احنا مش محتاجينها، ونخرجها بره بيوتنا عشان يجي نباش تاني يقلب فيها عشان يدور فيها على حاجة نافعة له، حاجة مفيدة له. وأنا بتقلب في كتب التاريخ لقيت حكاية عن منطقة إسلامية كانت في يوم من الأيام منطقة عظيمة جدا اسمها الأندلس. تخيل كده عزيزي المشاهد إن الأوروبيين لما كانوا بيروحوا الأندلس كانوا بيفخروا بعظمة وجمال وهندسة وشوارع ونظافة المدينة العربية، وكانوا بيتحسروا على نفسهم في وقت كانت الشوارع في أوروبا مرطرطة زبالة متدلدقة في كل حتة في الشارع. ما كانوش يعرفوا حاجة عن النظافة. حتى الأوروبيين لما هجموا على العالم الإسلامي هجمة في العصور الوسطى عرفت باسم الحروب الصليبية، كانوا معجبين جدا بالنظافة الشخصية للمسلمين لما احتكوا بيهم وجمال الشارع في المدينة العربية. أكد الكلام ده رحالة ومؤرخ إسلامي اسمه أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار. أسامة بن منقذ لما اتكلم في الكتاب حدد لنا حاجة مهمة جدا. قال إن الأوروبيين اللي احتكوا بالعرب وعاشوا في المدن العربية اتعلموا منهم النظافة الشخصية، اتعلموا منهم الجمال، على عكس اللي جايين من أوروبا كانوا أقل نظافة وأقل طهارة واستحمام. لدرجة زي ما المثل بيقول، أو زي ما المثل العربي بيقول، أبوك البصل وأمك التوم، منين ليك الريحة الطيبة يا مشؤوم. وده على النقيض تماما من عادات المسلمين في النظافة والاغتسال والاهتمام بجماليات اللي موجودة في الشارع والبيوت العربية والإسلامية. خد المفاجأة الكبيرة عزيزي المشاهد، القاهرة سنة 1926 حصلت على لقب أجمل مدينة في الكون. إيه اللي حصل؟ راحت فين؟ يا ترى القاهرة زي ما هي؟ طب عجبك منظرها دلوقتي؟ احنا بقينا ببساطة شديدة يا جماعة بننبش على الزبالة في بيوتنا وبنخرجها لبره الشارع عشان يجي نباش تاني يفرشها على الأرض ويخليها بصورة أقبح مليون مرة من اللي كانت في بيوتنا. ده بقى غير الأمراض، ما اقولكش طبعا لوكشة أمراض، كوكتيل من الفيروسات المدمرة. واحنا ليه فرحانين ان احنا بننظف بيوتنا وبنهيئها من جوه؟ وخد يا ولا طوح الزبالة ديت على أول الشارع أو احدفها في الترعة وهو عمك فلان يشوفك. عارفين أعزائي المشاهدين الفرق بيننا وبين الأوروبيين إيه؟ الفرق بيننا وبين الأوروبيين إن إحنا بنهتم بنظافة البيوت أكتر ما بنهتم بنظافة الشارع. زي عكسنا المثل اللي بيقول من بره يعلم الله ومن جوه هلا هلا. لكن الأوروبيين عكسنا، الأوروبيين بيهتموا اهتمام كبير جدا بنظافة الشارع وجماله
وما بيهتموش بنظافة الشقق بتاعتهم أو بيوتهم ببساطة شديدة، لأن مفيش حد هيجي يصورها أو هيطلع عليها بدون إذنهم. أهم حاجة عندهم كان الشارع، ولذلك هم بيفتخروا بجمال الشارع في أوروبا. نصيحتي ليك عزيزي المشاهد، قبل ما ترمي الزبالة في الشارع فكر مليون مرة هتضر مين. لو انت فاكر انك بتنظف بيتك او بتخلص من زبالتك، انسى. انت يا عيني بتمرض نفسك وبتمرض عيالك وبتمرض غيرك. كلمة لوجه الله ومش عيب. هو احنا ليه بقينا نعامل الشارع على انه صندوق زبالة كبير ملوش صاحب؟ تلاقي الواحد مننا لابس شيك، حاطط البرفان بتاعه، الريحة هو براند مفحفحة، وبكل وقار تلاقي ايد تتمد تخرج من العربية بترمي كيس او علبة كنز. طب ليه كده يا مان؟ هو كبرياء حضرتك هيتجرح لو العلبة كانت قاعدة جنبك او الكيس في العربية 5 دقايق لحد ما تلاقي سلة زبالة تحدفه فيها؟ والبيت التاني اللي مراته لبسته كيس الزبالة قالته خده وانت نازل احدفه، شايل هم تقيل قوي على قلبه، ما يصدق يروح مقدمه قربان لأول عمود نور تحت بيته، أو ياخد الكيس في وشه من هنا ويحدفه في البلكونة من هنا وانت ونصيبك بقى، كأنه بيلعب جلة. يا سيادنا، النظافة مش برستيج بنموزز بيه في الكافيهات. النظافة ثقافة، نظافة السلوك، طبيعة حياة. أحب أقول لك إن الشارع ده بيمشي فيه ابنك وأمك وأختك وعم شقيان ظهر أمه انحنى وهو بيلم الزبالة ورا سيادتك في كل مكان. بلاش نعكس المثل للمرة التانية ونخلي مظهرنا من جوه الله الله ومن بره يعلم الله. خلوا في جيبكم كيس صغير، او استنى لما تلاقي حضرتك باسكت زبالة احدف فيه الزبالة اللي انت عايزها براحتك. الشارع عمره ما هيدعي عليك والناس مش هتبص لك وتقول شوف ابن اللي رمى الزبالة. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ومتابعة ولايك عشان يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم مع بدوي.